أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج مواهب. نحن الآن ننقل موهبة مشهورة في شارع النصر. موهبة عنده هواية مشهور بشارع، وهي سرقة الولاعات. تمام. الأستاذ محمد فلاح، طبعا هو ليس بقصد السرقة، هي مجرد هواية يعني. تمام. كل ما يشوف ولاعة، اسمحوا لي أتكلم بالسوري، تمام. كل ما يشوف ولاعة إيديه لوحدها، مع إنه هو مش حرامي، هو ابن الناس كويس، بس إيديه واحدة تتسحب وتسحب الولاعة. عايز أعرف إيه سر حبه للولاعات. طبعا أول ما نبدأ مع زعيم شارع النصر الأستاذ عبد الرحيم الصعيدي، وهو أشهر شخصية وإنسان محترم في شارع النصر. تفضل صديقي. كده هو بص، هقول لك على حاجة. أول حاجة محمد فلاح مش هواية اللي هو في شارع 11 برج الرحمن الدور الثاني. تفضل. بالظبط كده. بس خلوا الموضوع سري يعني، خلوه على اليوتيوب، لا تطلعوا على التويتر والحاجات. تفضل. تمام كده. فأنت تاخد بعضك. يا عم احنا بنتكلم. تفضل. الهوا هل احنا على الهوا، احنا على الهوا دلوقتي. احنا طبعا على الهوا. بتعمل ايه؟ فالمهم تاخد محمد فلاح مش هوايته، ودي مش هواية، دي مش هواية. ده هو اساسا يعني اتولد في ايده ولاعة. سبحان الله. اعزائي المشاهدين، اغرب حادثة تمر لنا في كل حلقات البرنامج، انسان يولد في يده ولاعة. من اين اتت تلك الولاعة؟ تفضل. من اين؟ لا ده سؤال صعب. محرج. نغير السؤال. تفضل. لما تقول سؤال تاني عشان ارد عليك فيه برضه. تفضل. بس ايه يعني عشان ده محرج يعني. هل تستطيع ان تحصر لي عدد الولاعات التي اقتنصها الاستاذ حوالي يعني من 150 ل 200 ولاعة. ومن في ولاعة كانت مع محمد ودنو. محمد ايه؟ محمد ودنو. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل. ده محمد ودنو ده اخويا بس في السعودية. محمد ودنو. محمد ودنو واخد منه ولاعة. راح هو ودنه على السعودية اللي خلى ودنه هنا؟ لا ماشي. تفضل. وهو حاليا تفضل صديقي. تفضل. ماشي. وهو اساسا يعني والله لو سمع يعني كيف عنده كيف ان هو يسرق الولاعات. ايوه. طب هل دقق على كلمة هل ال 150 او انت تقول تتراوح بين تتراوح ما بين ال 150 وال 200 ولاعة، هل هي باهظة الثمن؟ لا هي في انا شفت ولاعة فيهم ولاعة بس تقريبا معدية. هي اخر سرقة سرقها ولاعة المذيع. ولاعتي انا راحت. انا هحكي لمحمد ودنو اللي هو حاليا دلوقتي في السعودية. بس يا ريت نحدث مقطع انه راح هو ودنو مشان تعرف يعني انا ما استحملش ضرب اساسا. تفضل. ما خلي بالك هو ضخم؟ ما هو انت امال ايه؟ طويل؟ امال ايه وعريض كمان. نلغي الفيديو. تفضل صديقي. ايوه. تمام. هو يعني اساسا من الناحية الثانية. هو صعيدي؟ امال ايه؟ وخلي بالك عايز اقول لك على حاجه، وكمان اخواته كلهم هناك، هو معاه 10 اخوات. يا محمد الشفاعة يا رسول الله. معاه 10 اخوات. انت بتقعد قدام الشارع بتاعه على طول دايما. دايما يعني هتضرب لو نزلت الفيديو. بس هنزله انا في سبيل الاعلام ومصداقية الاعلام، هنزل الفيديو. تفضل. فاخذ منه ولاعه ثمنها ما يقلش عن 50 جنيه. 50 جنيه 50 جنيها مصريا فقط. تفضل. الجنيه دلوقتي بكام؟ خد ولاعه الجنيه يعني. تفضل. خد ولاعه يعني من قبل المره اللي فاتت لما كان نازل اجازه، قبل المره دي يعني اللي قبل منها يعني كان واخد ولاعه كانت بتكهرب الولاعه. الولاعه سبحان الله. سبحان ربنا له حاجات يا راجل. تفضل. فالولاعه كانت بتكهرب. هو خدها منه. فجاء المرة الثانية لما خد منه لا جاء آخر ولاعة بقى حاليا دلوقتي اللي هي رجاء حود الشربيني لا تقاطع الزعيم. رجاء تفضل. فهو بعد كده أخذ ولاعة من طارق السوري اللي هو أنا المذيع. وبعد كده فعلا قسما بالله أخذ ولاعتي. دي آخر سرقة سرقها محمد فلاح. تفضل. مع إنه مش حرامي وابن ناس كويس، بس ليش يسرق الولاعات بالذات؟
نبحث الموضوع. انا قلت لك السبب اللي فيها، ما قلت لك اللي فيها. انا قلت لك ان هو يعني نزل من بطن امه كده وماسك ولاعه. سبحان الله. مولعه الولاعه اللي هي فيها غاز؟ اللهم اجعله خيرا الضحك. تفضل. انا قلت لك كرتون. ها هذا هو محمد فلاحة يبتسم للكاميرا، وهذا هو الأخ طارق. وهذه مقهى ستار بلازا المعلم عبد العزيز، لكن حسن معزة ليس موجودا. تفضل. والأخ عصام. الأخ عصام صديق محمد ودنو. صديق محمد ودنو. على راسي. ايوه. والأخ هذا اللي يضحك ويضرب كفا على كف. شو اسمه هذا؟ شو اسمه؟ حودة. تفضل. كمل. طب انا استاذنك بس اعمل تليفون بس. رايح فين؟ انت بهدلت البرنامج خالص. اعزائي المشاهدين، نتابع في الحلقة القادمة. شكرا للمتابعة.